من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندما يجتمع شرف الزمان مع شرف المكان. أما عن الزمان ففي يوم الجمعة وفي شهر طيب كريم في شهر رجب، في ذكرى إسراء ومعراج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة والمكان في بيت من بيوت الله جل وعلا، لنشارك الفرحة بمناسبة افتتاحه بعد إعادة بنائه وإحلاله وتجديده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في من أنفق من باله ومن تبرع بكل أمر ولو بالإشراف أو المساعدة من أجل إعمار بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، وأن يجزي خير الجزاء لجميع القائمين على هذا الصرح الشامخ وهذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إلى أسماع حضراتكم من هذه الرحاب العطرة ومن هذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا، بمناسبة افتتاح مسجد الحاج عبد السلام موسى رحمة الله عليه بعزبة علي النصوري بالخطارة الصغرى، وهو المسجد للراجيتان عفو ربهما من المملكة العربية السعودية. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منهما
السيدتان فوزية وحنان ابنتا أحمد الجعفري الطياب. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من رياض هذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا. وأيضا نشكر الباشمهندس حسن الذي أشرف على هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. ولا ننسى الوالد الراحل الكريم عليه رحمة الله المرحوم الحاج عبد السلام موسى. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجازيه خير الجزاء على تبرعه أيضا لهذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا. لأصحاب الدعوة الكريمة عنهم القيمة والقامة الكبير اللواء محمد الوحدات المحلية بمجلس مركز ومدينة طاقوس، حاج عبد أبو سليمان عميد عموم عائلات حسب الله، الوالد الحبيب وعمدة العمد الحاج يوسف أبو عبد، عن جميع أهالي الخطارة الصغرى الحاج ناصر سعيد، الباشمهندس إسماعيل حسب الله. ويحضر معنا في هذا اللقاء حشد غفير من أعلام وزارة الأوقاف المصرية بقيادة ربان السكينة الذي يقود إدارة أوقاف النمرود، وهو خطيب الجمعة في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الشيخ محمود سباعي سالم عامر، مدير عام إدارة أوقاف النمرود وخطيب الجمعة بمشيئة الله. كبير مفتش الشرقية وإدارة النمرود فضيلة الشيخ خالد سلام، كبير مفتش إدارة أوقاف النمرود. فضيلة الأستاذ الشيخ محمود علي زعرب قارئ القرآن الكريم ومفتش المساجد بأوقاف النمرود. القارئ الدكتور أحمد محمود خاطر القارئ والمبتهل بالإذاعة المصرية، وهو معنا قارئا للجمعة، ونسعد بفضيلته بفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية بعد صلاة الجمعة بمشيئة الله تعالى. ومن أعلام هذه المنطقة وعلمائها الأستاذ الشيخ جابر عبد الله الداعية الإسلامي المعروف، بحضور الباشمهندس محمد مصطفى المهندس الاستشاري لمديرية أوقاف الشرقية وأيضا أوقاف النمرود، بحضور علماء وزارة الأوقاف وقراء القرآن الكريم القارئ الشيخ حسين عبد الكريم القارئ المعروف قارئ الشيخ محمد أشرف، وأيضا العلم الجليل فضيلة الشيخ محمد جمعة حتى لا يداهمنا الوقت، وأيضا بحضور العلم والقيمة القضائية الكبير الكابتن محمد جمال بنيابة فاقوس. القرآن الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجزي خير الجزاء لجميع القائمين على هذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا، وأن يبني الله عز وجل لهما بيتا في الجنة مصداقا لحديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. جزا الله خيرا للقائمين على هذا البيت العامر من بيوت الله، ورحم الوالد الحبيب المرحوم الحاج عبد السلام موسى، وتقبل من راجيتان عفو ربهما من المملكة العربية السعودية السيدتان فوزية وحنان ابنتا أحمد الجعفري الطياب. دائما وأبدا نستفتح بالذي هو خير العلم القرآني القارئ الدكتور أحمد محمود خاطر القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك نقرأ الفاتحة ترحما على الوالد الراحل الكريم عبد السلام عليه رحمة الله، وأيضا بنية الشفاء لمن قامتا على بناء هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، راجيتان عفو ربهما السيدتان فوزية وحنان ابنتا أحمد الجعفري الطيار، لأنها مريضة تحتاج للدعاء منا جميعا، فقد أوصينا أن نكثر من الدعاء لها في هذا اليوم، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منها وأن يشفيها وأن يعافيها. اللهم اشفها شفاء تاما لا يغادر سقما أبدا يا رب العالمين. كنا مع القرآن الكريم خير مستفتح لهذا اللقاء لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا. قارئ الدكتور أحمد محمود خاطر، القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنمرود، في افتتاح هذا البيت العامر مسجد الحاج عبد السلام موسى عليه رحمة الله بعزبة علي النصيري بالخطارة الصغرى، بدعوة كريمة من اللواء محمد بمجلس مدينة فاقوس، حاج عبد أبو سليمان عميد عائلة حسب الله، الوالد الحبيب الحاج يوسف أبو عبدو، حاج ناصر سعيد، باشمهندس إسماعيل حسب الله، وأيضا بحضور الكابتن صاحب الأدب والواجب من نيابة فاقوس الكابتن جمال فاروق، بحضور كبير مفتشي أوقاف الشرقية الشيخ خالد سلام، الشيخ محمود علي زعرب، باشمهندس محمد مصطفى. مسجد الراجيتان عفو ربهما، كل الشكر لباشمهندس حسن من أبناء المملكة العربية السعودية.
كل الشكر لكابتن ممدوح قابيل من نيابة فاقوس وللقائمين على بناء هذا البيت من المملكة العربية السعودية السيدتان فوزية وحنان ابنة أحمد الجعفري الطيار، نسأل الله أن يتقبل منهما صالح الأعمال. الآن يرفع للآذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يرتقي درجات المنبر خطيبا للجمعة العالم الجليل وكبير مدير إدارات أوقاف الشرقية الشيخ محمود سباعي سالم عامر مدير عام إدارة أوقاف النمرود خطيبا للجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الآذان الشيخ محمود علي زهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أحمده وهو بالحمد جدير، وأقر بأنه مالك التصوير والتصير. تعاليت يا ربي عن النظير وتنزهت عن الوزير. أعطيت لعبادك الكثير وقبلت منهم القليل، فخيرك إليهم يا ربي من السماء نازل، وشرهم إليك من الأرض صاعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الأمر أمره والملك ملكه،
لا معقب لحكمه ولا راد لقضاء. حجبته أسرار الجلالة فما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو الله. إلهي وسيدي ومولاي، بك تقرب المتقربون في الخلوات، ولجلال وجهك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، فكيف النزول بالساحات الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء وقد عهدتك سيدي أن تعفو وتغفر لعبيد الجاني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صبر على البلاء وتحمل الضراء وعبد الله حتى تورمت قدماه، وجاهد في الله حق جهاده حتى تقابل مع مولاه. سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبيان وتعبين، أقبلت كالفجر وأضاءت الأسارير، تدعو إلى الله في بشر وفي تيسير، وعلى جبينك نور الحق منبلج، وفي يديك لواء العدل والنور. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، نعيش سويا في دقائق خلال مع خطبة وزارة الأوقاف المصرية، وهي توقير الصغير للكبير، والعكس صحيح، والكبير للصغير. نعم، ولكننا من حسن الطالع في هذه الجمعة المباركة نفتتح هذا الصرح الشامخ العظيم، بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان مفحص قطار، أي عش العصفور الصغير بنى الله له عز وجل بيتا في الجنة. وأما عن الاحترام والتقدير الكبير للصغير، وأنتم تعلمون أن بيوت الله في الأرض المساجد. ولما امتثل علي كرم الله وجهه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل أعباء الدعوة الإسلامية مع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا أن بيوت الله في الأرض المساجد. وامتسع علي كرم الله وجهه في تحمل أعباء الدعوة إلى الإسلامية مع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية العظيمة. وأنتم تعلمون أيضا
المساجد هي التي خرجت رجال الصحب الكرام جميعا تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أيضا المساجد هي معناها الطهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كما أنها كذلك هي الصدق مع الله عز وجل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا قضاء حوائج الناس، أن تقضي حاجات الناس، أن ترد الأهفة أخيك المكروه، أن تكون عولا لأخيك المظلوم. وخير الناس من تلقاه من رجل تقطع على يديه للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والعيش جناته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. المسجد أدعو الله العلي الخبير سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال ممن قام وشيد وبنى حتى ولو بكلمة طيبة. أما عن الإسلام فلنرجع إلى الوراء قليلا لننظر كم كان للإسلام من صولة وجولة. لم تكن بالكثرة الكثيرة ولا بالعدد الجم، ولكنها بالإرادة وبالعزيمة وبحسن التدبير ومن الخوف من الله العلي الخبير جل في علاه. المساجد لذا نجد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو الناس للإيمان والإسلام، فوجد ناسا قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، فريح حزينا مغموما يدعو المولى سبحانه وتعالى: اللهم إني أشكو إليك قوة ضعفي وخلة حيلتي وهواني على الناس. السماوات السبع والأراضين السبع والكل يهتز والكل يتهافت، الملائكة جميعا، فهذا ملك الجبال يا محمد، إن الله عز وجل أمرني بأمرك فأمر بما شئت، فلو شئت أن نطبق عليهم الجبلين لفعلنا. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفض وقال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يرد عليه ملك الجبال يقول: نعم، صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. النبي رحمة، النبي بركة، النبي معلمنا جميعا في أخلاقه وتربيته وتهذيبه لنا جميعا في كل أمر من أمور الحياة. وإذا ما تطرقت للإسراء والمعراج فلابد أن يكون هناك سبب. ما سبب الإسراء والمعراج؟ وأكتفي بهذا القدر. حدث هناك مناظرة بين السماء والأرض في الأفضلية. النبي موجود ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. السماء تقول: أيها الأرض أنا أفضل منك، لأن الله عز وجل جعل النجوم والكواكب والشمس وغيرها
من زينة الدنيا. تقول لها الأرض أيها السماء أنا أفضل منك لأن الله عز وجل جملني بالثمار والأنهار والجبال وغير ذلك. السماء تقول أيها الأرض أنا أفضل منك لأن الله عز وجل جعل على ظهري بيت الله المعمور الذي يتكئ إليه خليل الله إبراهيم عليه السلام. تقول الأرض أنا أفضل منك لأن الله جعل على ظهري بيت الله الحرام إليه يفج الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تقول السماء أيها الأرض أنا أفضل منك لأن الله عز وجل جعل على ظهري الكواكب والشمس والنجوم وغيرها. تقول الأرض أنا أفضل منك لأن الله عز وجل خلق على ظهري خير الأنام وخير خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عندها ردا ولا جوابا إلا أنها امتثلت إلى الخالق وقالت يا رب أدعو الله عز وجل أن يشرف السماء بزيارة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الإسراء والمعراج. وأما الأمر الثاني أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الحمايتين، الحماية الداخلية والخارجية. الداخلية التي كانت تتمثل في شخص السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يرجع مهموما منكبا على وجهه حزينا تقول له هون عليك يا رسول الله والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. في وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. والحماية الخارجية والتي تتمثل في شخص عمه أبو طالب، إنما ذهب القوم إليه يا أبا طالب إن كان ابن أخيك يريد ملكا ملكناه علينا وإن كان يريد جاها جعلناه أغنانا. فما كان من عمه إلا قص عليه القصص. وما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة وصاحب المبدأ وهو يعلم علم اليقين أن الله عز وجل مؤيده وأن الله عز وجل ناصره، فمن يكون عليه؟ ماذا قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو يهلك دونه. وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة أدعو الله العلي القدير أن تكون هذه الساعة. أدعو الله وأنتم تقولون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد لما نظرت إلى أنواره سطعت فوضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فما استطعت أن أنظر إليه إلا على قدر روح من النور في جسم من القمر كحلية صيفت في الأنجم الزهري بدر تعلق في السماء بنوره. فيا سعد من صلى على النبي محمد. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على اللئيك الحمائم. أما بعد ينطلق الإسراء. انظروا إلى فضل المساجد. النبي يخرج من مسجد إلى مسجد. النبي يخرج من بيته أي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى.
المسجد الأقصى الذي أخذوه اليهود عنوة وغصبا. اللهم خلص الأقصى من أيدي اليهود المغتصبين يا رب العالمين. اللهم خلص الأقصى من أيدي اليهود المغتصبين يا رب العالمين. ننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشهد الأول حينما جاء له البراق واضطرب البراق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من جبريل عليه السلام إلا أنه قال: اسكن أيها البراق، فالذي خلقني وخلقك ما ركب عليك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من البراق إلا أنه يخاطب جبريل ويقول: يا جبريل قل لصاحب الوجه الأنور والحوض والكوثر وصاحب الخد الأحمر وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين أن أكون مطيته إلى يوم القيامة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنت مطيتي إلى يوم القيامة. أخذوا شوطا من المسير، يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق ومعه جبريل، وإذ بصائح يعني منادي ينادي على رسول الله: قف يا محمد. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا فضلا ورحمة من الله عز وجل برسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قطع شوطا ثانيا من المسير، وإذ بصائح عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم: خف يا محمد فأنا ناصح لك ولأمتك. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل أو نقل شوط آخر من المسير، إذ بامرأة ناشزة شعرها منكوش بتنادى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: قف يا محمد فأنا لك نصيحة لك ولأمتك. فلم يلتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أيضا رحمة من الله عز وجل بالنبي محمد وأمته. ولما دخل البيت المقدس وإذ بشاب حسن الثياب جميل المنظر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانقه، ودخل الإمام النبي محمد أن يصلي بهم في الأقصى إماما للأنبياء جميعا والمرسلين. وبعد أن انتهى من صلاته سأل جبريل: يا أخي يا جبريل، من المنادي الأول والثاني ومن هذه المرأة؟ قال: المنادي الأول هو داعي اليهود، فلو التفت إليه يا محمد لتهورت أمتك من بعدك. والثاني داعي النصارى، لو التفت إليه يا محمد لتنصرت أمتك من بعدك. وأما عن المرأة فهي الدنيا التي نعيش فيها، ولا يملك منا أحد أن نعيش إلى الغد إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وأما عن الشاب جميل المنظر حسن الثياب، قال: هذه فطرة الإسلام التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. اللهم إني داع فأمني، اللهم وحد كلمتنا واجمع شملنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وحد كلمتنا دائما في الخير يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد في الخير يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا وقل لنا ولا تقل علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. ولا أنسى هذا المسجد واللتان قامتا عليه راجيان ربهما سبحانه وتعالى، السيدة
فوزية والسيدة حنان، أدعو الله عز وجل لهم بالشفاء. اللهم اشفيهما يا رب العالمين، اللهم اشفيهما يا رب العالمين، واجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهل أنتم مؤمرون؟ وينهى عن الثلاث، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على الكتاب الموقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا وإياكم الله. استقيموا واعتدلوا وتراصوا واعتدلوا. أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بخشوع وخضوع وصلوا صلاة مودع يرحمنا وإياكم الله. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا اللهم من الهم والغم والكرب العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحبتنا الكرام، حتى لا نطيل على حضراتكم فختام شعائر صلاة الجمعة بمشيئة الرحمن هو فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية. لكن قبل أن نسعد مع الابتهالات لابد وأن نكرر الشكر أيضا إلى القائمين على هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، ولا ننسى المرحوم عم الحاج عبد السلام موسى عليه رحمة الله مؤسس هذا المسجد، وأيضا جميع أهالي عزبة علي النصيري بالخطارة الصغرى. كل الشكر لراجيتان عفو ربهما اللتان أنفقتا من المال لأجل بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يعافيها
فقد أوصينا أن نكثر لها من الدعاء في هذا اليوم. ونسعد مع سيدنا الشيخ خالد بمشيئة الله قبل الامتحانات، لكن أن نكرر الشكر لقائمين من المملكة العربية السعودية السيدتان فوزية وحنان ابنة أحمد الجعفري الطيار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما صالح الأعمال وأن يجزيهما خيرا. وأيضا نكرر الشكر للحاضرين جميعا، وعلى رأسهم أيضا بحضور النائب الأستاذ الدكتور نبيل العطار عضو مجلس النواب. الكلمة الآن كلمة الأوقاف، ثم الابتهال كبير مفتشي أوقاف الشرقية فضيلة الأستاذ الشيخ خالد سلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه، وكل من ساهم حتى ولو بكلمة. كما نشكر أستاذنا فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود السباعي عامر المدير العام لإدارة أوقاف النمرود، نائبا عن معالي الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل أول وزارة الأوقاف للشرقية. وباسمكم وباسم وزارة الأوقاف والعاملين بها جئنا لنشارككم هذه الفرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك أيها المسلم الكريم، الإسلام تاريخه مجيد مع المساجد. أول ما فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وطأت قدماه الشريفتان المدينة المنورة كان شغله الشاغل أن يؤسس لبيت أسس على الحق، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالمساجد في بلاد المسلمين كثيرة، لكن انظر أيها المسلم الكريم ماذا كانت رسالة المساجد، وماذا كان الهدف من وراء المساجد؟ أن يخرج أجيالا يعبدون الله تبارك وتعالى. قل إن الأمر كله لله. المسلمون يصلون هنا وهناك، لكن كم من المسلمين يعرف الحلال من الحرام؟ كم من المسلمين من يحافظ على بيعه ويتقي الله عز وجل فيه؟ من المسلمين قد أرضى خصومه قبل أن يأتي إلى المسجد؟ من منا أعطى المواريث لذوي أصحابها قبل أن يصلي؟ من المسلمين من يحجون، ومن المسلمين من يحرصون على صلاة الفجر في المساجد كل يوم، ومع ذلك حينما يعرض عليه الربا تجده يسرع هنا وهناك لا يتردد. أين أنت أيها المسلم حينما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يربوا نشأهم على الحلال وأن يبتعدوا عن الحرام؟ كانت المرأة في صدر الإسلام حينما كان يخرج زوجها للعمل كانت تقف في وجهه
كانت تقف في وجهه وتقول له اتق الله فينا. المرأة التي علمها زوجها الحرام والبعد عن الحرام، علمها الحلال وأن تبتعد عن الحرام، كل ذلك عن طريق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له اتق الله فينا ولا تطعمنا من الحرام، فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع في الدنيا، لكننا لا نستطيع أن نصبر على عذاب الله يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى بفضل هذه اللحظات المباركات أن يجعل هذا العمل في ميزان من قام على إنشاء هذا المسجد ومن بذل ومن تبرع بالتوسعة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، ونشكركم على حسن استماعكم، كما أسألكم أن تقرأوا الفاتحة على روح عم الحاج عبد السلام محمد موسى الذي كنت أحبه لله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أولاده وأن يحفظ ذريته إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذه الكلمة المختصرة نظرا لضيق الوقت هو عالم وخطيب سيدنا الشيخ خالد سلام، كبير مفتش أوقاف الشرقية ومفتش المنطقة بإدارة أوقاف النمرود. ختام هذه الشعائر هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها فضيلة المبتهل الدكتور أحمد محمود خاطر، المعتمد رسميا مبتهلا باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. يتفضل مشكورا. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم. واغفر إلهي واغفر إلهي واغفر إلهي
المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم واغفر إلهي واغفر إلهي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم إلهي 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 بك أستجيب بك أستجيب بك أستجير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا فرحا ضعيفا فرحا ضعيفا يحتمي بحماك يا رب يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله سيدي يا نور عرش الله سيدي يا مهجة القلب والفؤاد أنت يا حبيبي أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت بك قد سمت
وتزينت بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي فينا سألت شفاعة أعطاك ربك لم تكن صلى الحبيب. أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. مشهد الإسراء فينا حرك الشوق الدفينة مشهد الإسراء فينا حرك الشوق الدفينة علم القلب بأن قد كفينا وهدينا. أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. يا ليالي القدس قصي عن حبيب الله فينا نوره قد جاء يسري في طريق السالكين. أقبل المبعوث نورا ينشر الحق المبين ببراق في جلال يصحب الروح الأمين ببراق في جلال يصحب الروح الأمين. جاء في أمر جليل في عروج المصطفين. يا رسول الله بشرى تلقى ربا معينا. أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. في نهاية هذا الاحتفال المبارك ندعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة لحي عبد السلام، وندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لمن قامتا على هذا الصرح الحاجة فوزية والحاجة حنان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيهما ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. أشكركم يا الله. هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الدكتور أحمد محمود خاطر القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي قضيت على خير. نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذا البيت العامر من بيوت الله جل وعلا بمناسبة افتتاحه وإحلاله وتجديده مسجد الحاج عبد السلام موسى عليه رحمة الله بعزبة علي النصيري بالخطارة الصغرى.
بحضور القيم والقامات أصحاب الواجب في كل مكان، على رأسهم سيادة النائب الأستاذ الدكتور نبيل العطار عضو مجلس النواب، أيضا الكابتن ممدوح قابيل بنيابة فاقوس، بدعوة كريمة من اللواء محمد عن الوحدات المحلية، وأيضا مجلس مدينة فاقوس الحاج عبدو أبو سليمان عميد عائلة حسب الله، وأيضا بحضور عمدة عمد المنطقة والخطارة الصغرى والقزازين الحاج يوسف أبو عبدو، بمشاركة الحاج ناصر سعيد الباشمهندس إسماعيل حسب الله، علم الواجب الدائم الأستاذ سراج، ورمز الواجب الباشمهندس محمد مصطفى كبير مستشاري الأوقاف، وأيضا العالم الجليل الشيخ خالد سلام، الشيخ رمضان عبد القوي، فضيلة الشيخ جابر عبد الله الداعية الإسلامي المعروف، العمدة الشيخ محمد الهوبي، وأيضا لا ننسى راجيتان عفو ربهما والباشمهندس حسن، أسأل الله تعالى أن يثيبه خير الجزاء من المملكة العربية السعودية، السيدتان فوزية وحنان ابنتا أحمد الجعفري الطيار من المملكة العربية السعودية، نسأل الله لهما بالشفاء العاجل، وأيضا الشيخ حسين عبد الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.